بما اننا داخلين على موسم الامتحانات، حبيت اشارك معاكم اشهر الاخطاء اللي احنا بنشوفها في الطلبة وهي بتحل الام سي كيو. اول غلطة هي مفيش حد بيجري وراك. يعني ساعات اوقات كتيرة قوي بنشوف سؤال نفتكر ان هو سهل، فبالتالي بنجاوب عليه على طول في ثانيتين ونروح للسؤال اللي بعده. طبعا ساعات بيكون في السؤال في مثلا أداة نفي أو في أي حاجة أو في كيوردز معينة ممكن تغير معنى السؤال كله، فلازم نركز نقرأ السؤال كويس وكمان نشوف الإجابة الصحيحة. والتاني خطأ هو إن ما بنقراش الاختيارات كلها. ساعات بيكون في إجابة شكلها يدي إن هي صح، بس لو كملنا الاختيارات هنلاقي إن في إجابة أصح وهي اللي أدق لإجابة السؤال ده. فاحنا لو بنجاوب على طول أو الإجابة شكلها صح هي دي اللي بنختارها، أكيد هيضيع علينا درجات كتير. وتالت غلطة إن إحنا بنتوتر من الأسئلة الصعبة. لو في سؤال إحنا قريناه ومش عارفين الإجابة والإجابة مش واضحة، اللي بلاحظه إن دايما ده بيخلينا نتوتر في الأسئلة اللي بعده كمان. يعني بنبقى متوترين مش عارفين نحل كويس ومش عارفين نركز. لو في سؤال أنا مش عارفة إجابته، عادي جدا أسيبه لآخر الامتحان. في أسئلة تانية كتيرة جدا هتخليني أو هتساعدني إن أنا أرفع درجاتي، فما ضيعش كل الأسئلة عشان مجرد سؤال صعب قابلته. ورابع خطأ، ده بقى أشهر واحد فيهم، اللي هو إن إحنا نكون مجاوبين الإجابة الصح ونيجي في الآخر نغيرها ونختار الإجابة الغلط. خلاص أنا لو في سؤال قريته وحسيت إن هي دي الإجابة الصح، مفيش أي داعي إن أنا أغير إجابتي في الآخر، لأن إحنا عادة بنغير إجابتنا من الصح نحطها غلط، وساعتها بنبقى مش عارفين نعمل إيه وإحنا والحل إيه بقى؟ الحل إن إحنا نقرأ السؤال كويس على الأقل مرتين، وكمان نقرأ الاختيارات كويس، كل الاختيارات اللي موجودة قدامنا. ولو في سؤال صعب ممكن نسيبه للآخر، وأهم حاجة أهم حاجة نثق في إجابة السؤال اللي احنا اخترناه في الأول. لو في سؤال أنا متأكدة منه مفيش أي داعي خالص إن احنا نغير الإجابة بعدين. فأسئلة الام سي كيو مش أسئلة صعبة ولا تعجيزية، هي بس عايزة حد هادي ويقرأ السؤال كويس. مش محتاجة سرعة خالص، وزي ما قلت مفيش حد بيجري ورانا. الأسئلة عدد الأسئلة في الامتحان بيبقى مطابق للديوريشن بتاعت الامتحان ذات نفسه، فما تقلقش هيبقى عندك وقت ان انت تحل الامتحان كله.